السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كنافة البابلز بطريقة حلوة جدا والطعم تحفة جدا. حاجة كده ايه يعني هنشوف الكنافة كده في ثوبها الجديد، حاجة كده تحفة جدا هتعجبكم ان شاء الله. نقول بسم الله ونصلي بينا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونقول بسم الله ونبتدي الفيديو الجميل بتاعنا، وما ننساش طبعا نعمل لايك للفيديو، نشترك في القناة لو لسه ما اشتركناش، ونفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة كده معايا مثلا حوالي نص كيلو من الكنافة او ربع كيلو، يعني بص الكمية اللي متاحة معاكي، مش لازم كمية معينة. طبعا الكنافة اللي انا بعملها دي اللي هي الفتلة الرفيعة قوي، مش الخشنة. بس على فكرة اعمليها عادي بأي نوع كنافة، يعني هي دي اللي كانت موجودة عندي، فانا بحب الكنافة دي جدا، بتبقى طعمها حلو قوي عن اللي هي التخينة او الخشنة التانية دي. آه، اول حاجه كده بطلعها من الفريزر وهي لسه متجمده، بفرمها بايدي كده او في الكبه زي ما تحبي اللي متاح معاكي. وهنا كده حطيت كميه من السمنه حوالي مثلا ربع كوبايه. هنقلب بيها الكنافه، وهنحط كمان سكر بودره حوالي مثلا 3 معالق للنص كيلو، او 4 معالق للنص كيلو كنافه. تمام. في ناس ما بتحطش السمنه على الكنافه وتحط سكر بودره وبس، عشان ايه؟ السمنه ما تكلكعش. بس الوصفه بتاعتنا النهارده انا مضطره احط سمنه علشان اضغط الكنافه او اكبس الكنافه في القالب بتاعي. تمام. هنا كده حطينا سكر بودرة 4 معالق، وحطيت هنا كده السمنة بتاعتي. يعني بصي حطي سمنة كده لحد ما تحسي ان الكنافة اتشربت سمنة كده، وعرفتي تضغطيها في المكبس بتاعك او القالب. بس كده. هنا كده معايا المعلقه المعياريه ديت، وديت اللي هعمل بيها النهارده. ممكن مثلا لو عندك معلقه ايس كريم، انا بديكي طبعا بدايل. وهنا كده مكبس عصاره الليمون، سوري، عصاره الليمون برضو هتنفع. يعني بصي اي حاجه كده اللي هي ايه، مقوقعه كده من تحت، يعني مش مربعه ولا حاجه، علشان تعرفي تقلبي الكنافه منها. بس بصراحة المعلقة دي اكتر حاجة ريحتني، وحسيت ان الوصفة فيها حلوة جدا. فقلت هكمل بيها بقى. يعني انا جربت في ال3 حاجات، هم كلهم حلوين، بس انا عايزاها اللي هي حجم صغير قوي، يعني يا دوبك كده على قد المعلقة المعيارية اللي انا بعملها دي، اكبر معلقة في الطقم كله. فحسيت ان القوالب بتاعة الكنافة شكلها احلى في المعلقة. هنا كده طبعا. طيب لو انت حاسه ان الكنافه بتاعتك مثلا كانت عندك بقالها فتره في التلاجة وحسها ناشفه، هتعملي بخاخ الميه كده، وهترش رشه كده بسيطه على الكنافه وانت قبل ما تعمليها في القالب. بصي هتطرى معاكي خالص. لو انت مثلا كمان مش عايزه تحطي سمنه، ممكن تحطي رشه كده من الميه بالبخاخ، وتحطي سكر بودره وبس كده. هنا كده بقى عملت الكميه دي بسهوله جدا، وما بتاخدش يعني هي بتاخد وقت يعني مش طويل قوي، بس يعني تكوني مثلا عندك الفطار بتاعك محضراه ومخلصه كل اللي عندك، فقاعده بقى فاضيه ومزاجك حلو للكنافه بتاعتنا النهارده. طيب هي تستاهل البهدله بقى دي كلها؟ هي مش بهدله ولا حاجه، بس والله بامانه تحفه جدا. خصوصا بقى لو جايلك ضيوف، مثلا عندك مناسبه، عيد ميلاد، لا مش عارفه ايه. بيبقى شكلها حلو قوي في المناسبات، وبقى شكلها كده شكلها شيك، والطعم احلى واحلى. يعني بص انت مش هتحسي ان انت بتاكلي كنافه اصلا، عامله كده زي الميني تارت، طعمها حلو قوي. بس كده خلاص. كده انا هكمل الكميه بكل سهوله، بضغط عليها بصبعي كده، وبعدين بعد ما بكبسها كويس جدا بصبعي برضو بحرك حركه خفيفه كده من الطرف، وبتتقلب بكل سهوله. انا مش راضيه اسرع الفيديو على اساس ان انتوا تشوفوا انا بعملها ازاي. اهم حاجه بس ان احنا نضغطها كويس جدا في المعلقه، وبعد كده بطرف، يعني من طرف كده بصبعنا بنقوم قلبينها، بتتقلب معاكي بكل سهوله. عندك اي حاجه بقى، يعني بصي فكري بقى اي حاجه كده موجوده في البيت في الشكل اللي هو نص دايره ده، اعمليها تبقى حلوه. طيب لو مش عندك، ممكن تعمليها في فنجان القهوه، مفيش مشكله، بس هتبقى حجمها كبير سيكه كده، بس مش مشكله. عندك اي حاجه كده صغيره اعملي فيها. هي ديت الكنافه بتاعتنا. لسه طبعا هنعمل الكريمه اللي احنا هنحشيها بيها، هنشوف مع بعض دلوقتي هنعملها ايه.
آه طبعا واحنا بنكبسها في المعلقه لازم نحاول كده بصباعنا كده نسيب فراغ كده في النص، في نص المعلقه بالظبط، على اساس لما نحط الكريمه بتاعتنا نعرف نحط كميه حلوه، ما تبقاش بس طبقه مسطحه كده يعني، نحاول على قد ما نقدر يعني. وده بيكون شكلها بعد ما خلصت الكميه كلها. ده طبعا الكميه بس اللي انا عملتها بصراحه كانت كتير كمان علينا، بس كان طعمها رهيب جدا وحلوه جدا. هنا كده بقى ايه، رشه بسيطه كده من السمنه على الوش. لو انت مش عايزه تحطي سمنه في العجينه في الكنافه نفسها وانت بتكبسيها، مفيش اي مشكله، زي ما قلت لك حطي بس سكر بودره. ولو حسيتي ان الكنافه بتاعتك ناشفه او كانت قديمه في الفريزر، هتحطي رشه من الميه كده بالبخاخ، او تحطي سمنه زي ما انا عملته في الاخر كده. بنحط برضو رشه خفيفه كده من السمنه على الكنافه. وما تقلقوش لو في سمنه زياده او كده، هي بتنزل في الصينيه مش بتشربها ولا حاجه. بس كده هنحطها بقى في الفرن بتاعنا يكون سخن على درجه حراره 180 على الرف الاوسط على الشبكه في النص. بس كده، هي ديت المقادير، هي ديت الكنافه بتاعتنا. عملنا كنافه بشكل مختلف وطعمها تحفه جدا جدا والله، بامانه اللي ما بيحبش الكنافه هيحبها جدا ومش هيبطل يعملها من جمالها. بس كده ندخلها بقى الفرن ونشوف الكريمه اللي احنا هنعملها نعمل ايه مع بعض. خلاص كده بصوا بقى، انا عندي نوتيلا وعندي دانت، يعني نوتيلا او قولي نوتيلا، وعندي زبدة لوتس اللي في الكاسة ديت. حطيت شوية كده من النوتيلا، وهنا كده حطيت مع بتاع معلقتين من اللوتس. تمام، هنقلبهم وهسيحهم معلقه واحده حليب، وهحطهم في الميكرويف يسخنوا. بس ممكن تحطيهم على حمام مائي. وده المكسرات بتاعتي اللي انا هحطها على الوش، بندق فستق، اي حاجه موجوده عندك سوداني مش هتعترض. حطيتهم في الميكرويف كده ساحوا شويه، وبعد كده جبت الكنافه بتاعتي اهيت بعد ما خرجت من الفرن. ما شاء الله ريحتها ولونها حلو جدا. طبعا الشربات بتاعي بيكون بارد، اي شربات كنافه عاديه جدا كانك بتعملي صينيه كنافه عاديه. دول يعني السيرب ده اصلا كان عندي في التلاجة من مرات قبل كده، فما عملتش معاكم. بس هو كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، او لو هتعملي كوبايتين من السكر هتحطي كوبايه واحده من الميه، واول ما يغلو تنزلي بعصير نص ليمونه وشويه فانيليا سايله في الاخر كده، وتطفي وبس كده. هنا كده بقى حطيت السيرب بتاعي على الكنافه اول ما تخرج من الفرن على طول. والمكسرات بتاعتي طبعا انا محمصاها، اهم حاجه ان يبقى طعمها متحمص حلو جدا. هنا بقى كان عندي كريم شانتيه بصراحه في التلاجة برضو، فحطيت كده على النوتيلا، وحطيت على زبدة اللوتس. طيب طب انت لو مش عندك نوتيلا او زبدة لوتس او كريم شانتيه، هتعملي مهلبية عادية جدا 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 من غير اي فزلكة، يعني مهلبية عادية، وبتبقى على فكرة طعمها حلو جدا. وهتعملي نفس اللي انا عملته بالظبط، بس بيكون مهلبية. تمام، عندك بقى كريم شانتيه اعملي، يعني مثلا انا بعمل كوبايه الكريم شانتيه ليها نص كوبايه ميه، بضربهم بالمضرب وبس كده. ميه طبعا نكون متلجه، او نص كوبايه لبن على الكوبايه كريم شانتيه. هنا كده حطيت النوتيلا بتاعتي عليها معلقه ميه، ودخلتها الميكرويف ساحت شويه. المفروض ما كنتش حطيت معلقه اللبن ديت، بس مش مشكله، هي كانت خفيفه شويه. بس انت بقى خلي بالك ما تحطيش على النوتيلا وانت بتسيحيها لبن او ميه، حطي الكريم شانتيه وان شاء الله هتظبط معاكي. هنا بقى خلاص بعد ما جبت القوالب بتاعه الكنافه بتاعتي، حطها كده ايه في قالب التقديم بتاعي، وهنزل بالكريم شانتيه اللي انا عملته. حطيت نكهته، يعني بمعنى اصح انا نكهت الكريم شانتيه عشان يديني طعم حلو. طيب مين احلى، النوتيلا ولا اللوتس؟ بصراحه اللوتس كان تحفه جدا 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 في الطعم، حبيته جدا عن النوتيلا بكتير بكتير بكتير. آه وزي ما اتفقنا، لو مش عندك كريم شانتيه او مش عندك لوتس، تقدري تعملي بمهلبيه وتحطي برضو مكسرات على الوش. طيب ايه اللي انا حطيته على المكسرات في الاول؟ ده معلقه سيرب تقيل عشان بس يمسك لي المكسرات. او ممكن الوصفه الاساسيه اصلا ان احنا كنا نحط معلقه كراميل، بس انا ما كانش عندي. بس ما فيش مشكله خالص، اللي موجود عندك، ما توقفيش نفسك على حاجه، اللي عندك اعملي بيه. هنا كده بقى حطيت
اللوتس بتاعي، الكريمه بتاعت اللوتس بتاعتي اللي انا عملتها معاكم، ونحشي بيها الكنافه. وهي دي وصفتنا النهارده، كان طعمها حلو جدا. وفي الاخر طبعا بنحط المكسرات على الوش اللي احنا عملناه وحمصناه، وحطينا عليها معلقه كراميل او معلقه من السيرب التقيل. بس كده. وهي دي الوصفة بتاعتنا النهاردة، ووصفة سهلة وبسيطة وجميلة وطعمها تستاهل، يعني تستاهل ان انت تاخدي وقت تعمليها، تستاهل ان انت تقدميها لضيوف حلوين كده عندك، او تعمليها للولاد في رمضان. وصفة جميلة جدا، وغيرنا من شكل الكنافة لان احنا طبعا زهقنا من الشكل التقليدي للكنافة. انما الوصفة دي حلوة جدا جدا، اتمنى تجربوها. ولسه كمان في وصفات تانية للكنافة هنعملها مع بعض. هنخترع بقى شوية حاجات حلوة كده في الكنافة هتعجبكم جدا ان شاء الله بإذن الله. كمان نسيت اقولك على حاجة، لو انت مش عندك نوتيلا ولا عندك زبدة لوتس، عندك بس كريم شانتيه، تقدري تعمليها بالكريم شانتيه. طبعا كلنا عارفين طعم الكنافة بالكريم شانتيه عامل ازاي، حلوة جدا. ومش لازم تحطي نوتيلا ولا لازم تحطي زبدة لوتس ولا الكلام ده خالص. حطي بس كريم شانتيه كده بس، حاولي ان انت تقليه شويه، تعملي نظام روزوتات كده، وتحطي برضو شويه مكسرات او بشر كده، يعني بشر كده مكسرات او فورماسيل، اي حاجه بقى. اخترعي انت بقى وفكري. هي دي وصفتنا النهارده، اتمنى يا رب تكون عجبتكم. متنسونيش بقى من اللايك والاشتراك في القناه، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.